ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هقول لكم بقى وصفه غسول تحفه. بيفتح البشره، بيخلي البشره زي بشره البيبيهات بالظبط، بيرطبها جدا وبيفتحها وبينضفها قوي، وكمان بيغذيها. وسهل سهل تحفه. بس قبل ما ابدا في الفيديو انزلوا اشتركوا في القناه ومش تنسوا اللايك. اول حاجه معايا بقى اللبن. اللبن ده معروف من زمان جدا، ان كليوباترا كانت بتستحمى بيه وتغسل وشها بيه، تحفه لان هو ليه فوائد كتيره فعلا للبشره، حلوه قوي. اللبن ده اللي فيه فوائد كتير، بينضف، فيه ماده مقشره على خفيف جدا، فبينضف حلو قوي، وبيغذي البشره وبيفتحها قوي وبينضفها، تحفه. يعني كمان الوصفه دي تغسلي بيها وشك، وكمان تمسحي بيها الميك اب. تاني مكون معايا هو ميه الورد. هضيف ميه ورد على اللبن، ماشي. لو عندك عسل ابيض تقدري تحطي معلقه صغيره عليه، بيغذي برضو البشره جدا، هيساعد على الترطيب وتغذيه البشره. هنعمل بقى ايه؟ حطيتي اللبن وميه الورد ومعلقه عسل ابيض صغيره، وهنبدا نعمل ايه بقى؟ هنجيب قطنه ونغمسها في الخليط ده، وابدا امشي بيها كويس قوي على بشرتي. هلف بيها بالقطنه كويس قوي على البشره بتاعتي، ماشي. وهسيب يعني بعد ما بالقطنه على بشرتي كلها همسحها كذا مره حلوه قوي، واسيبها لمده دقيقه او دقيقتين على البشره بتاعتي، عشان اتاكد ان البشره شربت اللبن والعسل وميه الورد اللي احنا حطوها. وبعد كده هشطف بشرتي كويس قوي، هشطفها بالميه. الطريقه دي لو انت حاطه ميك اب خفيف تنفع برضو قوي، بس لو ميك اب خفيف هتمسحي بيها هتغذي البشره وتنضفي البشره قوي، وتنفع غسول، تنفع الاتنين. لكن لو انت حاطه ميك اب تقيل هتمسحيه بقطنه بجوز هند، زيت جوز هند. لكن لو ميك اب خفيف او غسول الطريقه دي هتبقى حلوه قوي. هسيبه على بشرتي دقيقتين واشطف البشره بتاعتي. البشره اهي حتى مش نشفتها، عشان تشوفوا النتيجة على طول. بصوا، نظافة وتفتيح وطرية، يعني بصوا بين الماما، طرية جدا. لا تحفة، بينظف قوي وبيغذي البشرة وبيفتحها. جربوها هتعجبكم جدا. يلا بقى، لو عجبكم الفيديو بتاعي مش تنسوا تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.